الحقيقة احنا بيسعدنا جدا النهاردة يكون معانا القائد ورا التحول ده، رئيس مجلس إدارة شركة باص ميتال. برحب جدا بضيفنا المهندس السيد إبراهيم البص. ازاي حضرتك؟ اهلا وسهلا بحضرتك. اخبار حضرتك ايه؟ والله تمام الحمد لله. اولا منورنا في البوصلة، وتحول كبير حصل فعلا، ومبسوطين بوجودك معانا جدا النهارده. انا اكتر. طيب باشمهندس، بداية كده ازاي الخبرة اللي عندكم بقالها اكتر من 40 سنة ساعدتكم انكم تدخلوا مجال الالومنيوم؟ احنا البدايه بتاعتنا، خليني ابدا مع حضرتك من الجذور، من الاول خالص. البدايه بتاعتنا كانت والدي وعمي من 40 سنه بداوا يشتغلوا في مجال مستلزمات واجهزه طبيه من خلال شركه اسمها بوس ميديكال. ده مجال بعيد مجال كل بعيد البعد كل عن البعد عن الالومنيوم الصناعه. خالص. انا اتربيت في الشركه دي من صغري، اوكي. اتعلمت فيها اساس البيزنس، اتعلمت فيها ازاي اعمل لونج تيرم ريليشن شيب مع العملاء، واتعلمت كل حاجه بقى، مخازن وموردين وعملاء من البدايه لحد ما اتخرجت من كليه هندسه. اما اتخرجت من الكليه كان كل فكرتي ان انا هكمل شغل او هكمل مسيره والدي في الشركه. مم. بس هو كان له راي تاني يعني. قال لي خلاص احنا عايزين سيكتور جديد، عايزين بيزنس مختلف، انت شق طريقك بعيد عننا. ده انت بدأته من امتى؟ ده من 2018 بدأنا كموزعين. انا 2018 اشتغلت في مجال كموزع لاحدى مصانع كيماويات المعادن مم. في منطقة الدلتا، لان دي كانت منطقة، هو المصنع اللي انا كنت موزع ليه ما كانش مغطي، ما كانتش كفر يعني. كان في جاب جوه الماركت في الحتة دي. حلو. فبدأت اشتغل من هنا، بدأت مم. اشتغل موزع صغير خالص، ببيع كيماويات معادن. فعلا. ببيع مم. كيماويات معادن لمصانع ومسابك الألمنيوم اللي موجودة في منطقة الدلتا. ودي كانت البداية. ودي كانت بداية السيكتور او القطاع الخاص بالالومنيوم في الجروب بتاعكم. بالظبط.